السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بمملحات العجينة المورقة اللي سبق لي أني درتها في الفيديوهات السابقة، ولو ليها حتصيبوها. اليوم حندير مملحات بها. هنا اقترحت عليكم حشوتين، يعني درت زوج حشوات لهاد المملحات ديالي، بسيطين واقتصاديين في نفس الوقت، يعني ونخرجوا هذه التشكيلة الرائعة. عندي هنايا اول حاجه نسبق فيها هي لاصوص طوماط، اللي وش عندي فيها. عندي كيما انا استعملت 3 حبيبات طوماطيش صغيرين، عندي حبيبه بصل صغيره، عندي سنينه ثوم، وعندي وريقه رند. وانتي ولا عندك زعتره زيدي ديري هكا عرف صغير، وعندي ملح، فلفل كحل، نص مغرف طماطم مصبره، نص مغرف كبيره طماطم مصبره، وعندي كما قلت لكم ملح فلفل كحل، وعندي نص مغرف كبيره سكر، وزوج مغارف ولا زيت، وعندي فنجال ماء. هادو هما نديروهم فوق النار، نقصوا لها ونخلوهم يطيبوا حتى يدبالوا مليح. هذه هي بعد اللي يدبالوا نرحيهم ونخليهم يبردوا لي بتيه. وهنايا الحشوه ديالنا الثانيه، واش عندي لا كريم فرomage اللي واش عندنا فيها. عندنا مغرف مايزينا ماشي معمره مليح، وعندنا مغرف فارينه كيف ماشي معمره مليح، عندي ملح فلفل كحل وكاس حليب. هذه هي نخلطوهم مليح ونديرهم فوق النار، يعني حتى يعقدوا لي مليح. وشنو هنايا ما تغفليش عليهم، يعني اقعدي حركي بالفوي باسكو على بالكم بلي يلصقوا ويتلكزوا، يعني يديروا هذوك الحبيبات. الوغ انتبهي اقعدي حركيهم حتى وين تعقد لك الوسم ديالك يعني. وهنايا حكمت كميه من العجينه المورقه، انا حندير عده اشكال. شوفوا هنايا راهي عقدت لي. هنا واش ندير، هنايا ندير لها هذيك نصف علبه صغيره تاع جبن طاري. انتي حبيتي ديري لي بورسيون هكاك ديري دي مورسو، حبيتي ديري المهم واش حبيتي ديري، ولكن ما تحتاج كميه كبيره، فهمتوني. وهي لك لاصوص طوماط ديالي بعد ملي طابت رحيتها، وهنايا ضروري تبردوها، ما تستعملوها شويه سخونه، يعني نسبقوا فيها هي الاولى وديروها طيب، رحوها وخلوها. وهنايا حكمت كما كنتو شفتوا العجينه هذه، كنت طبعت هكا دوائر، درتها في حندير هنايا لي شوسون، درتها في هذا المول، يعني راهو متوفر في الاسواق، يعني مول. هذه هي، ونغلق نضغط مليح عليها وندهنها بالسفر البيض ومغرف قهوه كما على بالكم، وندخلوهم يطيبوا. هنايا شوفوا هنايا كي تبداو ديجا تخدموا الوسمو ديالكم، تكونوا شعلتوا الكوشه على الاقل 10 دقائق من قبل على اعلى درجه. شوفوا هنايا الكريمه ديالي كيف راهي عقدت لي. هنايا الكريمه ضروري نديروها في كونجيلاتور باش يعني ضروري ان نبردوها، المهم نبردوها قبل الاستعمال. هذه هي. قلت لكم نديروهم على اعلى درجه، وشنو ما ديريهمش لتحت باسكو هكاك راح ينحرقولك. طلعيهم في الكرياج الفوقاني كامل الا ما كانش بزاف لاصق، يعني باسكو هما حيت غونفلاو، الا ما كانش بزاف لاصق ولا ديريهم ما قبل الاخير. وكما قلت لك على اعلى درجه 10 دقائق. بعد ملي تحسيهم باللي راهم طلعوا وضعف الحجم ديالهم، نقصي لهم للنار، ديريها متوسطه وخليهم يطيبوا في غردهم. وهنايا كما كتشوفوا درت عفوا، يعني هنايا ما يعني الصوره راهي واضحه بلا ما نكمل نقول لكم المراحل اللي جزت عليها. هنايا هذوك الاشكال اللي كان درت شويه تاع لي مونشون كما كنتو، حشيتها بهذيك لا كريم فرomage، ودرتها انا في لابوش باش تسهل لي العمليه. نتيا لو كان ديريها بلي متوفر عندك، درت هكذاك وغلقت وروليت. يعني هاد الطريقه اللي درتها لكم في الفيديو السابق تاع لاباط فيتي، يعني نظن انها واضحه. وهنايا حبيت ندير هنايا تاني شويه تاع لي كورني، كي قطعت هكا شرائط من العجين وبديت نرولي هكا كيما شفتوا على الكورني ديالنا. كما كتشوفوا درت عده اشكال. وهاي لك شوفوا العجينه ديالي كيف طابت، ما شاء الله والله طابت روعه. شوفوا النتيجه تاعها
كيف عجاو هادوما السنيوه الاولى اللي دخلناها تاع لي شونسون. وهنا يعني ندهن في هذوك لي كورني ندهنهم غير من الفوق الجهه اللي نحطوا عليها السنيوه ما كان لا. وهنا دوك نبدا نزين المملحات ديالي بهذوك الحشوات اللي كنا درناهم قبيله. هنا هادو درت لهم شويه تاع كريم فرماج هذيك اللي درتها في لابوش، نبدا نزين بها هكا شويه معدنوس حبيبه زيتون شويه طون، المهم يعني تزيين خفيف. هذه هي هكذا. وهنايا اني درت هادوني نعمرت فيهم بلاصوص طوماط هذيك اللي كنا خدمناها، وكما قلت لاحظوا يعني الصوره هي واضحه. هادو هما تقدري حتى تحشيهم بعدك لا كريم فرماج وشنو تزيدي لها شويه بلون دو بولي اللي تكوني طيبتيه وحمرتيه هكا في المقله بالملح وفلفل كحل، وتزيدي تخلطيه لهذه لا كريم فرماج وتحشي بهم تاني هذوك لي فون لوفون ديالك ولا هاد لي كورني تاني يجو ما شاء الله. ولكن انا قلت نسهلها عليا وعليكم، يعني حاجه بسيطه واقتصاديه. وحبيباتي هاو الشكل النهائي ديال المملحات ديالنا كيفاه جاو. الا كان عجبكم وجربتوهم ما تنساوش تدخلوا لي رايكم في التعليقات. ودرك واش رايكم نعاودو نولوا الحكايه نختموا بهم الفيديو تاعنا نهار اليوم. لي ركن قالوا ناس زمان عندنا شحال ما وليناش ليه. قالوا ناس زمان الزيتونه وقت الشده تعطيك، وبنت الاصل وقت الشده ما تخليك. وقالوا ناس زمان زين الراجل الكلمه وزين المرأة الحشمه. وقالوا زمان بنت الزنقه سلعه معروضه لكل الناس، وبنت الاصل بالذهب والجوهر تنقاس. هاديك مدلوله تحت الرجلين تنداس، وهاديك عفيفه محفوظه تاج فوق الراس. حبيبتي هذا واش كان عندنا لنهار اليوم، ان شاء الله كنت خفيفه ظريفه عليكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه الا ما كنتوش مشتركين، وما تنساوش الجام الفيديو تاعنا. الا كان عجبكم المحتوى اللي راني نقدم فيه بارطاجيوها مع صحابكم مع احبابكم هكا اللي تعم الفائده. ودرك شو نقول لكم، ما بقى لي غير نبقيكم على خير. اتهلاو في روحتكم وفي صحتكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. سلام.